السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عمر أحمد من فريق التطوع. اليوم مشاركين في فعالية تنظيف شواطئ عجمان. عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرا. لا بعدهم يدعموكم بالمشاركات هاي المبادرات، انتم تزيدون الوعي لانفسكم وتنقلون هاي المبادرات الطيبه لزملائكم بعد، لمنا نحن تنقلون هاي المعرفه. نبقى يعني نسبه التقيد والالتزام بالموضوع البيئي نبقاها نسبه عاليه. هاي وانتم مسؤولين عنها مثلنا نحن، مثل باقي الناس. افراد المجتمع مهمين على جميع الأطياف، سواء كانوا موظفين أو طلبة أو حتى في جهات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن فريق الإذاعة والإعلام من مدرسة الحكمة الخاصة فرقة تلة. أتينا اليوم إلى شاطئ الزوراء لنوثق مشاركة طلابنا أو فريق التطوع من مدرستنا في مبادرة تنظيف شواطئ عجمان. إحسانا لم نخلق عبثا، حاشانا. وختام خواطر فلنأمل لشباب اليوم غد أفضل. جيل يمضي جيل يكمل. السلام عليكم. نحن اليوم على شاطئ الزوراء في مبادرة تنظيف شواطئ عجمان. شيخنا نحب نسألك كم سؤال. تفضل. السؤال الأول: إيش هدف المبادرة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المبادرة تبناها دائرة ميناء وجمرك عجمان. هي من ضمن عدة مبادرات. المبادرة الأم هي مبادرة عجمان، تستاهل وأكثر. تتفرع منها عدة مبادرات. عندنا مبادرة خاصة بتنظيف المناطق البرية والمناطق السكنية، والآن بالتعاون معاكم موجودين على شاطئ الزورة. مبادرة عجمان الأجمل، نحن نهدف لها في البداية إلى تعزيز الوعي البيئي لكافة أفراد الموظفين. عندنا موظفين الدائرة بالإضافة إلى أفراد المجتمع، طلبة المدارس، طلبة الجامعات، جميع المؤسسات المعنية. نهدف ل نحاول نكون عنصر فعال من أفراد المجتمع اللي يحافظون على البيئة ويسعون للاستدامة. بوجودكم معنا اليوم نحقق هاي الأهداف السامية للإمارة ولدولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح، يعني إمارة عجمان تستاهل أكثر وأكثر. السؤال الثاني: إيش نصائحك للشباب لهذا اليوم؟ بالنسبة للشباب أتمنى أن يعني يبحثون في مواضيع خاصة بالبيئة، سواء البيئة البحرية، البيئة البرية، البيئة السكنية، وتكون لهم يعني اتصال دائم مع المؤسسات الحكومية وكذلك الهيئات الخيرية والإنسانية، بحيث يضيفون يعني اليوم موجودين في سواء المؤسسات التعليمية كطلبة لتحصيل العلمي، بالإضافة إلى أن تكون لهم مساهمات إنسانية وخيرية، مبادرات نتمنى منهم يشاركون فيها وينقلون هاي المعاني الجليلة والسامية لهذه المبادرات لعائلتهم، أفراد عائلتهم، لأخوانهم وأخواتهم في المدارس. إن شاء الله يعني يا رب الشباب يسمعون هذه النصيحة ويقتدون بها. شكرا لك. العفو. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرا. لا تيأس فالخير بنا فطرا.